كان في لاعب اسمه رزاق اوتومويسي. رزاق اوتومويسي اللاعب ده كان بيلعب في الزمالك سابقا. اللاعب ده من يومين بالظبط او من 3 ايام توفى. زوجته طلعت قالت من لسانها هي ان اللاعب رزاق اوتومويسي زوجها كان ليه مستحقات عند الزمالك، وعلى مسؤوليتي الشخصيه ان اللاعب فعلا قدم للفيفا انا ليا مستحقات عند نادي الزمالك، والفيفا تم الرفض بيه ورفض. اللاعب دلوقتي توفى وزوجته بتقول ان هو اعلن افلاسه، ما كانش معاه فلوس، وكان بيقول ان كان ليه مستحقات عند نادي الزمالك. تمام. كان في من كام سنه لاعب اسمه جونيور اجوجو. جونيور اجوجو برضو اللاعب ده برضو كان ليه مستحقات عند نادي الزمالك، واللاعب توفى وقال لك لا انت مالكش حاجه عندنا ما دام الموضوع عدى عليه سنتين. ما دام الموضوع عدى عليه سنتين لا خلاص مالكش فلوس عندنا. ونفس القصه بتتعاد دلوقتي مع زيزو. لا انت مالكش فلوس عندنا. طب ايه وبعدين؟ احنا هنفضل في القصه ديت ولا ايه؟ اللعيبه كلها مالهمش فلوس، هياخدوا فلوسهم بعد الممات مثلا يعني؟